أحدث إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري السعودي صدمة كبيرة لنظام المخزن المغربي، وهو الذي يهدف إلى حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى وفي جميع المجالات، حيث وصف الإعلام المغربي هذه الخطوة بأن الجزائر التي أصبحت قبلة العديد من المسؤولين في العالم جعلت السعودية تدير ظهرها للمغرب بطريقة مفاجئة، مع التأكيد على الأخطاء التي ارتكبها المغرب في تدبير علاقاته الدولية وفي القضايا المثارة في المنطقة العربية وشمال إفريقيا. كانت من بين الأسباب في ارتقاء العلاقات الجزائرية السعودية إلى هذا المستوى. وتفاجأ المختصون المغاربة في الشؤون الدولية بالتنسيق التاريخي بين الجزائر والسعودية، حيث دعا المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير إلى النظر إلى هذا المستجد بإيجابية تامة، زاعما أن هذا الاتفاق قد يكون تمهيدا لجلوس المغرب مع الجزائر على طاولة الحوار من أجل إعادة النظر في العلاقات الجزائرية المغربية.